ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده. ناس كتير جدا جدا بتحب الكشري، بس تقولك انا مش هاكل كشري من البيت. لا، هتاكلوا كشري من البيت وهعلمكم ازاي تعملوه في البيت بطريقه سهله جدا، احلى من بتاعه المحلات بمراحل. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا. اول حاجه، انا هنا عندي الحمص نقعيه من بالليل في ميه مغليه. دلوقتي هغير الميه بتاعته وهحطه في حله، عليه نص معلقه صغيره من الملح، وكمان ربع معلقه صغيره من الكمون، وهحط المية المغلية بتاعتي وهسيبه بقى يغلي، وهوطي النار عليه. هيستوي على طول، لانه من يعني هو منقوع من قبلها بيوم. بس كده ندخل بقى على الخطوة التانية. عندي كوباية الا ربع من العدس مغسولة كويس جدا، حطيتها في الحلة وعليها مية مغلية. هنزل بقى بالبهارات بتاعة العدس. اول حاجة نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان ربع معلقة صغيرة من الكمون، ومعايا فصين مفرومين من التوم، او فصين يعني كاملين من التوم، ومكعب ماجي بالفراخ. هسيبهم على نار عالية، وبعد كده هوطي النار، واوعي ترمي مية العدس لان احنا هنحتاجها. هنا حضرت بصلتين متوسطين من البصل، قطعتهم جوليان، وبعد كده احط عليهم معلقتين من النشا. البصلة المتوسطة بتاخد معلقة واحدة من النشا. هسيبهم 10 دقايق، وبعد كده هجهز الزيت. انا هنا استخدمت في الكمية بتاعتي كوباية من الزيت، يعني ربع كيلو من الزيت. الزيت بتاعي سخن كويس، هنزل بالبصل بتاعي. انا هنا نزلت بكمية البصل مرة واحدة لانها مش كتير. لو هتعملوا كمية بصل كتير فهتنزلوا بيها على مرتين. البصل بتاعي اول ما يبقى ذهبي اشيله، لان البصل لو غمق منك بيدي مرارة في الكشري، وده مش محبب خالص في الوصفة بتاعتنا. هطلعه بقى على طبق في مناديل ورقية بتاعة المطبخ، عشان لو في اي زيوت زيادة المناديل الورقية تمتصها زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم طريقه سهله جدا وبسيطه. وكمان كوبايه الزيت اللي احنا استخدمناها في الكشري دي اللي هنستخدمها في الوصفه كلها. عشان كده احنا الاول بدأنا بالبصل بتاعي، عشان هو اساس الوصفه وده سر الوصفه. زي ما انتم شايفين اطلعه على مناديل ورقيه. خلاص كده البصل بتاعي جاهز، رشيت عليه رشة بسيطة من الملح، واهم حاجة هسيبه مركون بره. يعني تحطيه على الرخامة، ما ينفعش تحطيه جوه فرن او مايكرويف، لانه هيطرى معاكي. دلوقتي بقى اخدت نص كمية الزيت، حطيت عليها فصين من الثوم، وهنزل عليها بمج ونص من الشعرية، وهقلب على نار هادية لحد ما الشعرية بتاعتي تاخد اللون الذهبي. هكون مجهزة مجين من الرز. انا هنا عامله مقدار كبير، تقدري تعملي نص المقدار ده، يعني المقدار ده يكفي 6 اشخاص بياكلوا كويس جدا. فتقدري تعملي نص المقدار ده، او تقدري تعمليه وتاكليه على يومين. على نار هاديه بقى هفضل اشوح الشعريه بتاعتي بالرز كويس جدا لحد ما تحسي ان الرزايه معاكي فلفلت. بعد كده هنزل بقى بنص معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الكزبره، ربع معلقه صغيره من الكمون، وهشوح كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى العدس بتاعي بعد ما استوى، انا صفيته وسويته هنا بنسبة 50%. وكمان هفضل اقلب بقى الرز بالشعرية مع العدس. والسر في ايه بقى؟ في مية العدس. مية العدس انا ما رميتهاش، عشان كده غسلت العدس كويس جدا، عشان هاخدها فيها ملح وفيها كمون وفيها مكعب ماجي وفيها توم. عايزه اقول لكم ده سر من اسرار الكشري. اي حد بياكل الكشري من ايدي بجد بيحبه جدا، لان هنا ما بتحسيش انك بتاكلي رز بشعريه، لا، ميه العدس بتفرق جدا. هيغلي وهوطي النار. انا هنا بدوق الملح بتاعي، لقيت الملح مظبوط جدا. دلوقتي هوطي النار خلاص كده. الكشري بتاعي خد على النار بالظبط نص ساعة. طبعا انا هنا بعمل معاكم خطوة خطوة عشان تبقوا عارفين الخطوات، لكن طبعا انت لما بتكوني متمكنة في الكشري وبتعمليه بيبقى كل البوتاجاز عندك شغال، عين عليها الكشري، عين عليها الصلصة، عين عليها الدقة كده يعني. بصوا الكشري ما شاء الله مفلفل ازاي. عايزة اقول لكم بصوا، هقرب لكم الكاميرا اكتر. بصوا الشعرية مفلفلة، العدس مستوي مش مهري، الرز مفلفل، كل حاجة مفلفلة. يلا بقى نبدأ في الخطوة المهمة جدا من خطوات الكشري. بصوا انا عمالة اجوعكم قوي، شايفين؟ شكله حلو جدا، طعمه كان احلى كمان. يلا بينا بقى نبدأ الصلصة.
مجهزه الحله بتاعتي وحطيت فيها ربع كميه الزيت، يعني 3 معالق من الزيت. كده انا استخدمت 3 ارباع كميه الزيت. اول نص عملت بيه الرز بالشعريه، وادي الربع حطيناه في الصلصه، والربع الباقي بقى هنحطه في الشطه الزيت والدقه. اول ما الزيت عندي سخن نزلت ب5 فصوص من الثوم المفرومين، عليهم نص معلقه صغيره من الملح. دلوقتي بقى انا مجهزه لتر من عصير الطماطم اللي ضربته في الخلاط وصفيته، وحطيت بقى معلقه كبيره من الصلصه عليها ربع معلقه صغيره من السكر. خطوه الصلصه دي المفروض تتحط مع الزيت والثوم، وبعد كده انزل بالطماطم المعصوره. بس معلش هنا انا نسيت، هتغلي وهوطي النار، وبعد كده بقى هنجهز الطشه بتاعه الصلصه بتاعتي اللي فيها كل الاسرار. اول ما الصلصه بتاعتك تكون متوسطه مش تقيله ومش خفيفه، هو ده السمك المطلوب. دلوقتي بقى نزلت بمعلقتين من زيت البصل، عليهم 4 فصوص من الثوم المفروم، عليهم بقى رشه من جوز الطيبه، عايزه اقول لكم بتدي طعم ونكهه زي بتاعه بره بالظبط. ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الكزبره، ربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من السبع بهارات. وهقلب كويس جدا لحد ما ريحه الثوم والبهارات عندي تطلع. زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم الطشه دي بتدي نكهه فظيعه للصلصه. نزلت بقى بمعلقتين خل، اول ما انزل بمعلقتين خل هنزل على طول على الصلصه بتاعتي بالطشه دي، واقوم طافيه النار وركناها. خلاص كده شايفين السمك بتاعها، هو ده السمك، نفس صلصه المحلات بالظبط. الملح بتاعها مظبوط جدا وطعمها مظبوط جدا. يلا بينا بقى نبدا نجهز الشطه الزيت. طبعا كلنا لما بناكل كشري اهم حاجه بالنسبه لنا هي فين الشطه الزيت. اهي الشطه الزيت اهي، هعملها لكم بطريقه سهله جدا زي بتاعت بره بالظبط. معلقتين من الزيت، عليهم 3 معالق من الثوم المفروم. اول ما ريحه الثوم عندك تظهر، هنزل بقى بكبشة واحدة من الصلصة، وهحط بقى على الصلصة دي الشطة، وكمان هحط عليها البابريكا عشان لونها يبقى احمر. ادي نزلت اهو بمعلقتين كبار من الشطه. تقدري تستخدمي اي نوع شطه، يعني اي نوع شطه انت عايزاه، يعني يكون شطه كده، او يعني شطه بودره، او شطه قرون فلفل حامي، تقطعي جواها طماطم صغننه بتبقى حلوه جدا. والبابريكا بتديها حمار، عشان بتاعت بره الشطه دي بتبقى حمرا قوي 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 قوي. لو حابين الزيت فيها يكون كتير هتزودوا زيت. بس كده تغلي، اوطي النار بس 5 دقايق، وبعد كده احطها في الاطباق. وبكده خلصنا الشطه الزيت. هوريكم سمك الشطه الزيت بتبقى خفيفه جدا. نبدأ بقى في الدقة بتاعتنا. الدقة بتاعتنا معلقتين من زيت البصل، عليهم 5 فصوص كبار من الثوم المفروم. أول ما الثوم بتاعي يسخن هنزل عليه بنص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. دقة يعني كمون، فعشان كده حطيت نص معلقة. هقلب على نار هادية لحد ما الريحة بتاعة الثوم والبهارات تطلع. هكون مجهزة هنا كوباية من المية. هحط على كوباية المية نص كوباية خل. تمام. نزلت هنا بقى بعصرة ليمونة، الليمون طبعا بيديها نكهة حلوة قوي. دلوقتي بقى هنزل بعد ما تغلي بنص كوباية خل. اول ما احط الخل هطفي على طول عشان الخل بتاعك مش يطير، لان الخل لو يعني لو فضلت النار شغالة هيتطاير ومش هيبقى النكهة بتاعته جامدة. هطفي على طول. اخر حاجة بقى هعملها المكرونة. ميه بتغلي هنزل فيها بنوعين مكرونه. انا هنا حطيت 200 جرام من المكرونه الصغنونه خالص بتاعه الكشري، وهحط كمان 200 جرام من المكرونه الاسباجيتي. تقدري تستخدمي اي نوع مكرونه انت تفضليه يعني. بصوا بجد لو عندكم اطفال بلاش يستخدموا سباجيتي، مش هيعرفوا ياكلوها، او تكسروها. تمام. فتستخدمي اي نوع مكرونه انت عايزاه. يبقى ميه مغليه، اديتها شطفه سريعه، وبعد كده بقى قلبت المكرونه في معلقتين من زيت البصل. دي مهمة جدا، لاني هتخلي عندك المكرونة لحد اخر مكروناية ما بتلزقش في بعضها خالص. انا استخدمت طريقتين، الطريقة دي والطريقة التانية ان انا اشوح المكرونة في زيت البصل على النار، ادوني نفس النتيجة. وبكده انا خلصت. ان شاء الله يكون الفيديو كان سهل وخفيف عليكم بإذن الله. عملنا الشطة الزيت، وعملنا الدقة، وعملنا الصلصة، عملنا الكشري، وعملنا الحمص بطريقة سهلة جدا وسريعة. طبعا انتي هتعمليه اسرع لانك انتي هتبقي مشغلة كل عين البوتاجاز، عين عليها الصلصة، عين عليها العدس. اهم حاجة زيت البصل، اهم حاجة المية بتاعة العدس. عايزة اقول لكم طعم الكشري يعني بجد بجد
طعمه حلو جدا، احلى من بتاع بره بكتير. طبعا مديكي كميه كبيره جدا. انا هنا يعني بصوا يعني انا باكل اصلا، انا بعدها فصلت الكاميرا وقعدت كملت اكل، لان طعمه كان حلو قوي وهو سخن كده. المكرونه الاسباجيتي هنا مش عارفه اكلها، بس انا طبعا لما قفلت الكاميرا اكلتها براحتي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، بطريقه سهله وسريعه، ومع بعض هنتعلم كل حاجه. مع السلامه.